أنا اشتقت لكم كتير. برنامج اليوم هو الحلقة الأولى من برنامج منمنمات. هذا برنامج جديد رح ينزل كل تنين على قناة عالم إلهام. بتمنى أنه يعجبكم. شجعوني وورجوني أنه هذا النوع من الفيديوهات عجبكم إيه أو لا. إذا كان عجبكم اكتبوا لي بالتعليقات، اعملوا لايك حتى أعرف أنه أنتم حبيتوا هالنوعية من الفيديوهات حتى أستمر فيهم. نبلش هي الحلقة بآداب الزيارة. ما هي الآداب التي يجب أن نتبعها إذا بدنا نروح نزور شخص؟ طبعا الحلقات الثانية رح يكون فيها شو لازم يعمل المضيف، وكمان إذا شخص بده ينام عند ناس. طبعا هلأ أنا عم بحكي عن الناس الغرباء، وإذا بدك تزور شخص أو صديق شو لازم تعمل؟ أول شيء طبعا لازم ترفع عليه سماعة التليفون وتستأذن إذا خرج أنك تزوره أو لا. وعلى أكيد طبعا لازم يكون بوقت فراغه، يعني ما يكون موظف بوقت يكون هو عنده شغل. تاني شغلة، حتى ما تحرج الضيف ما لازم انك تسأله اذا بتجيب حيوانك الاليف معك او صديق تاني، لانه اكيد انت رح تحرجه وتحطه بموقف لا يحسد عليه، وبجوز خجلا يقول لك ايه ويكون متضايق. فما تفرض حدا على انسان انت بتعرفه. الشغلة الثالثة، لازم تجيب معك هدية، وخاصة إذا كنت عم بتروح على شخص شاري بيت جديد. إذا شاري بيت جديد ممكن إنك تاخذ له زريعة، تاخذ له شغلة للبيت، تاخذ له شغلة بيحبها. أما إذا كنت رايح مثلا على عزيمة غدا ممكن إنه تقترح أو تسأله شو جيب لك معي. إذا قال لك ولا شيء ممكن إنه تجيب معك طبق أنت عامله، أو تجيب معك قالب جاتو. المهم إنك ما تفوت وإيدك فاضية. الشغلة الرابعة كمان إنه أنت أول ما بتفوت على البيت لازم تخلع حذائك من رجلك، لأنه ممكن إنه يكون ماسحين البيت، مادين سجاد، أي شيء. وإذا عندهم أي شيء ممكن سليبر إنك شحاطة تلبسها برجلك، فاطلب منهم هيك وادخل على البيت من دون ما تكون لابس حذائك. وخاصة في الدول الأوروبية لأنه بتعرفوا إنه دائما ثلج ودائما بيكون برا كتير وسخ، وممكن إنه توسخوا البيت لما بتفوتوا. طبعا حتى لو كان رحت عند صديقك ولقيت الباب مفتوح ما لازم تفوت، لازم تدق الباب، او معك مفتاح مثلا وكتير العلاقة قوية ما لازم تفوت قبل ما تدق الباب. حتى لو كنت بتعرف انه هو قايل لك انه تعال، فلازم انه تقرع الباب قبل ما تفوت عند الشخص اللي عازمك لعنده. تكون فترة الزيارة معتدلة، يعني مو نروح وننسى حالنا ونقعد ونطول والزلمة يبلش يتململ ويتاوب أو البنت لحتى نحن نقوم. لا، تكون زيارتنا قصيرة ومعتدلة. يقولوا بمصر يا بختي من زار وخفف. بغض النظر بالبيت، ونقعد بمكان يكون مناسب، ما يكون قريب لغرف مثلا ممكن انه نكشفها. واكيد اكيد اكيد عدم فتح البراد عند شخص انت بتزوره، لانه اكيد 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 معنا شغله حلوه. ولا تبلش تفتح الدروج ولا تطلع على اي شيء ما بخصك اذا كنت عند حدا. طبعا كمان اياك انك تستخدم التليفون، تضل مثلا قاعد عند هالجماعه وماسك التليفون كل الوقت، عينك بالتليفون، او انه عم تاكل وقاعد على الغداء، معزوم على الغداء وانت ماسك هالتليفون عم يحاكوك مانك معهم. ما بصير ابدا، مانا من آداب الزيارة. لو معزوم على الاكل يا ريت انه تقترح على اهل البيت انك تساعدهم. اذا رفضوا المساعده بشكل قطعي اوكي ما في مشكله، بس انت عرض عليهم انك لازم تساعدهم او انه انت حابب تساعدهم. واذا رفضوا اقعد واستنى حتى يجي الاكل. وكمان لما بتخلص اكل اعرض عليهم انك تساعدهم، او بادر بالمساعدة. كمان إذا رفضوا بشكل قطعي لا بأس من أنك ما تساعد. تستخدم هاتف مضيفك، ولا أنه تطلب كلمة سر الإنترنت من أول ما تفوت. استنى حتى هن يعرضوها عليك ويقولوا لك أنت إذا ما عندك نت كلمة السر كذا. فما من أول ما تفوت مرحبا شو كلمة السر عندكم، كتير غليظة على فكرة. استخدم الهاتف أو أي شاشة إلكترونية أخرى، لأنه كتير مزعجة، وخاصة وقت الأكل إنه يكونوا عم يحاكوك وأنت عينك بالتليفون. وما تستعمل تليفونك إلا إذا شغلة كتير كتير ضرورية وبعد ما تستأذن من المضيف. والتجسس لأنه كتير بشعة، أو إنه تبلش تطلع بنظرات غريبة، أو لما كان هن ما قالوا لك يعني ما اقترحوا عليك. إياك والتجسس لأنه كتير بشعة. وطبعا لازم إنه تتشكر الناس على المضيف طبعا اللي استضافك على إضافته، ويا ريت بعدين تبعت له رسالة أو تتصل فيه تاني يوم تقول له شكرا كتير على العزيمة، أنا كتير انبسطت عندكم.
ما هو التعذيب الصيني؟ التعذيب الصيني هو من أسوأ أنواع التعذيب، وهو وصل إلى غوانتانامو وإلى سجن أبو غريب صاروا يستخدموه الأمريكان، واللي هو شو هو التعذيب الصيني؟ طبعا التعذيب الصيني هو في شخص شاف إنه الصخور لما بتنزل عليها قطرات من الماء بتفتتها، يعني قطرة قطرة على صخرة ممكن إنها تفتتها. فأجته هاي الفكرة جهنمية إنه يكبلوا شخص بالسلاسل وتبلش تنزل نقطة نقطة من المي على جبينه أو على وشه، فما بتخليه ينام، وهذا الشيء كتير سيء ممكن إنه يقود الناس للجنون. ووفقا لما صدر في موسوعة علاجات المصحات العقلية، صمد أسلوب التعذيب بالمياه أمام الزمن، فقد استخدم في المصحات العقلية في ألمانيا وفرنسا في أواسط القرن التاسع عشر. اعتقد بعض الأطباء في ذلك الزمان أن الجنون مرتبط بأسباب جسدية، وأن التعذيب بالمياه يمكن أن يشفي المرضى من مشكلاتهم العقلية. ونتيجة لاقتناعهم بأن تجمعا دمويا في الرأس هو الذي يقود الناس إلى الجنون، استخدم العاملون في المصحات العقلية آلة تقطير لتخفيف الاحتقان الداخلي. كان المرضى يقيدون وتوضع عصابات على أعينهم قبل الشروع في سكب الماء البارد فوق رؤوسهم على فترات منتظمة من دلو موجود فوق الرأس. استخدم هذا العلاج أيضا لعلاج الصداع والأرق، ولكنه لم يسجل أي نجاح. طبعا أنا بعتبر أنه هذا أسوأ أنواع التعذيب، وفعلا الصينيين الشعب الصيني ما له حل. مسلسل الأسبوع لحلقة اليوم من منمنمات هو عن مسلسل ترند هالفترة مصري اسمه أزمة منتصف العمر، وأنا عم شوفه وصلت للحلقة الثامنة. طبعا هذا المسلسل من تمثيل كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، رنا رئيس وناس غيرهم. طبعا كانت على أساس ميان السيد هي تمثل، ولكن استبدلوها برنا رئيس. والقصة بتدور على أنه طبيب أسنان عنده مشكلة بسبب والدته، مشكلة نفسية، وللأسف تصير علاقة محرمة بينه وبين زوجته. أنا ما رح أحرق لكم الأحداث. طبعا المسلسل بيقولوا كانوا قالوا بالصحف أنه مأخوذ من العشق الممنوع، كونها بتصير علاقة محرمة بين مهند وبين زوجة عمه، بس لا، بيقولوا أنه هن عم بيعالجوا الموضوع بشكل مختلف. طبعا بالمسلسل ببلش المسلسل بأن ريهام عبد الغفور اللي بتكون الأم بتكون يوم عرسها، فبتكون عم تتزوج من شخص كبير كتير بالسن، بيكبرها كتير، أكبر منها بكتير. فالمسلسل عم بيعالج عدة مشاكل. أول شيء إنه زواج القاصرات، ثاني شيء زواج امرأة بشخص أكبر منها بكتير والفجوة اللي رح تصير، وثالث مشكلة إنه العلاقات المحرمة. بالحلقة الثامنة بيكون عم بتقول له إنه أنا، بيقولوا لها إنه لازم، ما رح أحرق لكم الأحداث، بس بتقول له أنا بتمنى إنه أكون بحلم وأصحى منه بيقول لها الحقيقة نحن ما لنا بحلم، نحن بكابوس. فدائما أي شيء خاطئ دائما الثمن رح يأتي، ورح يندفع الثمن لاحقا. فبنصحكم تحضروا هذا المسلسل إذا بتحبوا القضايا الاجتماعية. أنا عم بحضره مثل ما قلت لكم، وصلت للحلقة الثامنة. وفقرة قصة وعبرة رح يكون فيها قصة. هي القصة كان في أخي كان عم يشتغل بمكان بمنتجع بالإمارات، وفي شخص حكى له هالقصة مصري، فمن تراثه المصري على ما يبدو. أنا ما قريتها ولا وجدتها بأي مكان بالإنترنت، وهي أول مرة رح تسمعوها. القصة بتقول إنه كان في حكيم وهو ماشي بالغابة شاف حية مجروحة، فزعل عليها كتير وأخذها معه على بيته وداواها، وصارت جزء من أفراد هالعيلة، صارت كل يوم تاكل معهم وتنام وكل شيء. وكان هالشخص عنده ولد صغير. بيوم من الأيام إجا هالولد وقطع له ذنبه، فعضته هالحية دفاعا عن النفس. طبعا للأسف أخذوا الولد على العناية المشددة وما تحمل ومات. طبعا الحية هون هربت خوفا من العقاب وراحت على الغابة. بعد فترة من الزمن صار صفن هذا الزلمة الختيار وقال لحاله الحكيم إنه أنا ابني مات وخلص، وهي حية وما بتعرف حيوان، لروح جيبها أنا وشوف إنه شو مشكلتها. صفن هذا الشخص الختيار وراح يدور على هالحية، وفكر إنه هي حيوان ما بتفهم، وبشكل غريزي هي دافعت عن حالها، وابنه خلص مات وما بده يخسر الحية. راح على الغابة
وضل يدور حتى لقى الحية. راح لعندها وقال لها: يا بنتي ارجعي على البيت، أنا ابني الله يرحمه مات. طلعت هيك فيه وقالت له: شكرا كتير يا حاج، أنا رح أقول لك شغلة كتير مهمة، أنا ما فيني أرجع معك. قال لها: ليش؟ أنتي صرتي مثل بنتي. قالت له: ما فيني أرجع لأنه لا أنا رح أنسى دنبي ولا أنت رح تنسى ابنك اللي مات. والحدق يفهم. الشيء العلمي المخيف جدا حاليا، أكيد كلكم سمعتوا عن الذكاء الصناعي وشو عم يعملوا فيه. الذكاء الصناعي وصل مؤخرا إلى أنه صاروا في مكان للأجنة، مكان يستبدلوا فيه الأم بأجهزة وآلات ويكون فيها الجنين يتغذى فيها عن طريق شيء بيشبه المشيمة، وكمان تلبس الأم سترة ممكن تحس فيها بركلات الولد، ويكون في تطبيق على التليفون ويشوفوا فيه إنه الجنين كيف عم يتحرك ويراقبوا قديش عم يكبر وشو عم يصير معه. تخيلوا إنه نوصل بالتكنولوجيا إنه نستغنى عن الأمهات. تخيلوا إنه شو شي بعدين، شو شي لبعدين. أكيد التكنولوجيا مرعبة ومخيفة، واللي عم يصير بالعالم شيء كتير غريب يعني. فأكيد التطور حلو، بس رح نوصل لزمن يمكن إنه الآلات تحل محل كل شيء، حتى مثل ما قلت لكم الأمهات. قصتي اللي رح أحكيها اليوم غريبة شوي وحقيقية، وبتصور لأول مرة بتسمعوا فيها. القصة أنه كان في مرة عمرها 77 سنة قاعدة عم تتفرج على التلفزيون بأمريكا، فجأة بتلاقي أنه إيدها اليسار مسكت رقبتها وصارت تخنقها وصارت تحاول أنها تقتلها، وفقدت السيطرة تماما على إيدها. طبعا راحت كتير لعند أطباء ولحتى آخر شيء فهموا شو القصة. القصة هي ظاهرة أو مرض اسمه الالين هاند سيندروم، أو متلازمة اليد الغريبة، أو متلازمة الدكتور سترينجفلوف. طبعا المتلازمة هي عبارة عن مشكلة بالمخ بتصير إما بعد الحوادث، بعض الحوادث، أو بعض المشاكل مثل الصرع أو جراحات بالمخ بصير في مخ خاص بيتحكم بجزء من الجسم غير عن الباقي. يعني مثلا ممكن إنه إيدك اليمين تسكر درج تيجي إيدك اليسار تفتحه، أو العكس صحيح. ممكن إنها تبلش إنها تخنقك بالليل، ممكن إنه تعمل حركات لا إرادية أنت ما عندك أي قدرة على التحكم بجزء من جسمك. وهذا المرض طبعا ما له علاج، وبصيب بس جزء طفيف من البشر، مو ناس كتار. يعني ممكن من 100,000 شخص تنصاب حالة أو حتى أكثر من هيك. فهو اسمه بالضبط alien hand syndrome مثل ما قلت لكم، أو متلازمة اليد الغريبة. طبعا في أفلام تناولت هذا الموضوع، منها فيلم لتامر حسني اسمه مش أنا حضرته مؤخرا، كتير أعجبني الفيلم. طبعا كوميدي، وهو سلط الضوء على هي الظاهرة. والحلو بالموضوع أنه تامر حسني هو اللي كتب وهو اللي عمل سيناريو وفكرة هذا الفيلم. طبعا أنا بعد ما خلص هذا الفيلم قلت لماما الشخص اللي كتب القصة عبقري، لأنه سلط الضوء على شيء حقيقي. وبالنهاية اكتشفت أنه تامر حسني هو اللي عمل القصة وكتبها وهيك. فشابو تامر حسني. كتير حلو الفيلم، احضروه، اسمه مش أنا، والقصة فعلا حقيقية وبتصيب ناس. وده أمر محبط بس مش هيدوم، إنك لما تقع لازم تقوم. عافر يمين وشمال شوف قيمة الموجود، إنك لما تقع لازم تقوم. حبيت أنه سلط الضوء على هالموضوع، وإذا سمعتوا بشيء اسمه alien hand syndrome على الأقل تعرفوا عن شو الناس عم تحكي. وخلصت حلقتي للنهار، بتمنى أنها تكون عجبتكم. إذا عجبتكم اكتبوا لي بالتعليقات واعملوا لايك إذا عجبكم الفيديو حتى تشجعوني أنه أعمل فيديوهات أكثر. بحبكم كتير، وإلى اللقاء بفيديو قادم. باي باي.